السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسجاس أمجس. قناة فضاء رائف تحتفل اليوم بالعيد الأمازيغي أسجاس أمجس. قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم أقدم لكم روتيني في العيد الأمازيغي. كما ترون في الصورة الفيديو موضح. عملت شخشوخة على الطريقة النيلية ولا أروع. عملت فيها لحم الخروف والدجاج وزينتها بالقزبر حشيش والبيض المغلي. لاصوص غوج صدقوني جات مذاق روعة. لاصوص خدمتها بالهرماس وطماطيش المشرحة اي طماطيش المجففة. شوفوا جات ولا اروع. الرقاق تاعها او المركب تاعها درتو بالقمح، يعني عيد احتفال بالعيد الامازيغي 100%. لا عجبتكم الطريقة ان شاء الله نديرها لكم فيديو مفصل. شوفوا هنا راني ندردر عليها في القزبر او كما يقولوا له الشرق الجزائري الدبشه والحشيش مقطفه. جات والله روعه، جات من يديكم بنينه كما يقول لك موزونه هايله روعه والله فعلا جات ما شاء الله. وفي الصحراء درنا قهوه حليب، درنا بسكوت هذاك بالكرويه وزريعه البسباس تاني جا والله ما شاء الله. لا عجبتكم الوصفه ثاني نديرها لكم في القناه ان شاء الله باذن الله تعالى. درت لوليداتي قهوه حليب، درت لهم شوكولا كما تحتفلوا كامل العائله الجزائريه يحتفلوا ولادي عجبتهم حاله هذيك الشوكولا تاع السيارات، فرحوا بها بزاف. ها ولادي هنا راهم يقولوا لكم اسقس مقاس ان شاء الله عام مذم ربوح يدخل علينا بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي. ينقل علينا هذا الوباء إن شاء الله. هذه حلوة الترك أو كما يسميها المشارقة الطحينة. هي صراحة منقولة على قناة زيزي غزال، قناة مصرية ولا أروع. نتمنى أنكم تدعموها. قناة مصرية زيزي غزال وصفتها ناجحة 100%. هذيك الوصفة هي اللي عطاتها لي الأخت زيزي غزال، وصفة ولا أروع. أنا صراحة جربتها وجات ما شاء الله. الطحينة ولا أروع. جربتها بالفستق جات روعة. هنا الزوج نتاعي ربي يشد لي فيه إن شاء الله ويطول في عمره. راهو يفرغ لنا في لاتاي كما يقولوا المغاربة مشحر جا ولا أروع. أتاي الصحراء الجزائرية جاب الرغوة جا ما شاء الله. وزدنا له وريقات نعناع من الفوق. ها راني نأشر لكم باللي جا ما شاء الله. زدت له وريقة تاع نعناع باش يزيدوا بنا على بنا. انا اللالتاي تاعي نحب نطيبو بزوج انواع من النعناع، نعناع يابس مجفف ونعناع اخضر في الاخير. والله غا جا ما شاء الله. شوفوا ذاك لاتاي خاثر خويثر مشحر كما يقول لك جا روعه. هذو الكيسان درت فيهم عصير للاولاد مع الشوكولاتة، شوية برتقال، حلوى، بسكوت، حليب، قهوة، يعني الحمد لله. وربي ان شاء الله يعجل البركة. التمر، اللوز. هنا ولادي كامل راهم فرحانين بالعيد الامازيغي. راني ملبست لهم التراث الجزائري. كذلك الزوج هنايا راهم كاع كامل فرحانين ويقولوا لكم اسقاس مقاس. هذه الطحينه اللي قلت لكم عليها من قناه زيزي غزال، قناه مصريه في قمه الروعه، قناه زيزي غزال.
طريقة هي اللي أعطتها لي ما شاء الله، طريقة ناجحة مليون 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 بالمرة. على فكرة هذه أول مرة نعمل حلوة الطرق، وجد روعة. هنايا أعتذر يدي تحرقت في الأخير. معليش كما قالك. المهم جت في حاجة خفيفة وما جاتش في حاجة ثقيلة. هذا عفوا الفول السوداني. الفول السوداني ان شاء الله باذن الله كاش مره نديرها لكم في القناه. صدقوني يجي مقرمش، والبنه تاعو احسن مليون مره من اللي مشري من برا. طريقه جد لذيذه، واللي ذاقوا ما كانش اللي امنك بلي راه مخدوم في الدار. يقول لك هذه خدمته شريكه. جا مذاق تاعو يجي روعه مقرمش، يعني مهما تاكلي منه مش راح تشبعي. جات قلت لكم الطريقه نتاعو ما شاء الله. شوفوا نعدلكم في الفيديو. مقرمش. المهم ثاني الطريقه تاع الملح كيفاش يلصق فيه كامل نوريها لكم ان شاء الله بتفصيل. انتظروا مني فيديو قريبا ان شاء الله. في اخر هذا الفيديو حبوباتي اقول لكم السقاسه مقاس ان شاء الله ذا عنث مربوح يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والهنا يا رب العالمين. القاكم في فيديو